السلام عليكم. خلاص السوق اتغير، السوق اتشقلب وكل حاجه اتغير، كل المواصفات القديمه وكل الاسعار القديمه هتتغير. ام جي ولعت السوق. ام جي جي تي الجديده اللي كان التجار بينزلوها بقالهم سنه ويقولوا ان هي دي ام جي 5 الشكل الجديد، وما كانوش عارفين ان هي غالبا الوكيل هينزلها، ولكن بالسعر اللي نزل فيه ده كانت بتتباع 1.500.000 1.450.000. والعربيه قبل ما تنزل رسمي من الوكيل ليها مبيعات في السوق اصلا من التجار اللي كانوا بيستوردوها ويجيبوها من بره. ام جي ولعت السوق ونزلتها وكيل حصري رسمي فئتين، الفئه الاولى مليون، الفئه الثانيه 1.050.000. العربيه دي كان كل الناس متوقعه ان ام جي هتنزلها وهتسعرها 1.300.000 1.350.000، بس ما حدش جه في باله ان هي تولع بيها السوق وتحرق بيها عربياتها نفسها وتنزلها فئه اولى ب1,000,000 جنيه. خلي بالك ان الفئه الاولى فيها كل حاجه، الفئه الثانيه بتزيد 5-6 حاجات زي الكاميرات ال 360، زي فتحه السقف، زي الخروج من المسار، زي التصادم الخلفي، فيها كام حاجه كده 5-6 حاجات بيزيدوا 50,000 جنيه، وزي الفرش الجلد التو تون او التلاته تون كمان اللي في العربيه. فكل حاجه متغيره. تعال نتكلم بقى عن السوق بعد الاسعار دي. ام جي اول حاجه لازم تنزل عربياتها نفسها، هي كلت نفسها. يعني ام جي 5 اللي ب 900 استحاله حد هيجيبها دلوقتي ب 900، هيدفع ال1,000,000 هيكمل ال100,000 او هيقسط ال100,000 وهيركب الجي تي الجديده اللي هي شكلها خرافي بالنسبه للام جي 5 الشكل القديم اللي كلنا اعتدنا عليه. فام جي غالبا بلستة اسعارها الجديده بعد الليسته اللي نزلت امبارح دي بالسعر الجديد هينزلوا بقى غالبا اول السنه، خلاص كمان اسبوعين لسته جديده باسعار جديده، وغالبا هتنزل كل اسعارهم 50,000 جنيه ما عدا طبعا الجي تي اللي لسه متسعرها عشان يحصل عليها مبيعات كبيره. الناس كانت بتقارنها بالام جي 6 والام جي 7، ولكن هي رايحه في مكان لوحدها. اداء حلو جدا، موتور كويس جدا، الفتيس السبع سرعات المبلل اللي الناس كلها كانت بتطلب بيه، الجاف اللي كان بيسخن والناس مش عايزاه، والسي في تي اللي كان الناس بتخاف منه، نزلوها في فتيس 7 سرعات مبلل، اداؤه كويس جدا. اخواتنا في الخليج مجربينها، عربيه محترمه جدا. تعال نشوف بقى هيونداي والاي دي، هل هتفضل الاي دي اول فئه 900 واعلى فئه 1,150,000؟ مين اللي هيروح يجيب هيونداي اي دي ب1,150,000 اعلى فئه؟ وكمان اعلى فئه ما فيهاش نفس الاوبشن اللي في الام جي وشكل قديم معتادين عليه. ولكن في ناس هنا بيظهروا اللي هم بتوع الاعتماديه وقطع الغيار المتوفره، وان انا خليني في الامان يا صاحبي بلاش اخاطر. الناس دي كلها عندها حق، بتخاف على فلوسها، ولكن برضو تقدر تجيب ام جي جي تي وتامن عليها. وخلي بالك ان العربيه موجوده اصلا بقى لها كذا شهر، والناس بتجيب لها قطع غيار مش منتشره قوي بس موجوده، فما تنزل حصري في الوكيل في مصر فقطع غيارها هتتوفر. كمان الوكيل بيقول لك احجز دلوقتي واستلم خلال اسبوعين بس. اتوقع هيبقى فيها حجوزات جامده جدا، اتوقع الحجز عليها هيبقى كويس، لان العربيه دي قيمه مقابل سعر، فعلا قيمه مقابل سعر. اتوقع الحجوزات هتتم عليها خلال الفتره الجايه، والناس كلها هتقيم العربيه دي. في بقى عربيه تاني نايمه في الذره زي ما بيقولوا، مستخبيه، جيلي ايميجراند. هو انتوا لسه نايمين يا جماعه ولا ايه؟ انتوا عمالين تعملوا لي عروض تقسيط على سنه بدون فايده، يدفع 50% ويدفع سنه ايه اللي بدون فايده؟ حضرتك بتبيع لسه العربيه ب 900,000 جنيه ازاي؟ انا مش قادر افهم. 940,000 جنيه او 950,000 جنيه و900 و840,000 جنيه الفئه الاولى اللي هي تصات العربيات الشروط بتاعتها تصات مش جنط حديد حتى. فجيلي انت كده بتموت خلاص. عربيتك حلوه، فتيس عادي اعتيادي اللي الناس كلها بتحبه، واداء العربيه حلو والاوبشن حلو وشكلها ومساحتها، نزل السعر بتاعها 100,000 جنيه على الاقل عشان العربيه ما تموتش منك. يعني الفئه العاليه اللي بتبيع ب 940 لازم تبقى هي اللي ب 840، والفئه الاولى تنافس البايك يو 5. مش عايزها تنافسها يا عم، بيعها لنا ب 770 780، بس لازم تنزل الجيلي لان كده حرفيا الجيلي ايميجراند خلاص بتضيع، مفيش فيها مبيعات. اما التوكيل اللي نام في الدور الثاني بتاع سوزوكي عايزين نعمل له فيديو لوحده. سويفت ال ب 850,000 جنيه علبه كبريت يا بتوع سوزوكي. يعني مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، الناس هي ترد عليكم. سوزوكي سويفت ال ب 850 و 860،
يا جماعه انتوا بتهزروا، نزلوا الاسعار بتاعتكم عشان توكيل سوزوكي الناس بتحبه في مصر، والعربيات الياباني والمواتير الياباني والفتيسات بتاعتها اللي طبيعيه واعتياديه وتوفير بنزين وعربيه اداء حلو على الطريق وموتور معمر. بس مع كل ده هتضيع. نزلوا لنا الاسعار شويه عشان الناس ما تكرهش الدنيا. خلونا دلوقتي في الام جي تي، عربيه كويسه قيمه مقابل سعر، ابدا احجز لو انت عايزها ومستنيها. لو كنت هتجيب في ام جي 5 او اي دي ارجع فكر تاني. سلام عليكم، ولو في اي كومنتات سيبها لي تحت. سلام عليكم.